السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أهلا بنتي؟ بيك أهلا بيك. حابب تقول اسمك؟ ممكن رأفت عبد الغفار. أهلا وسهلا يا أستاذ رأفت. أستاذ رأفت، المكالمة مذاعة على الهواء، موافق بالإذاعة؟ اه يا فندم، موافق. أهلا وسهلا. قولي مشكلتك إيه؟ مشكلتي اللي انا عندي 3 اولاد، 2 متجوزين مم. وواحد مش متجوز، مم. ومراتي مطلقة من حوالي 15 سنة. مم. فاختي في القاهرة قالت لي انا في واحدة ممكن اجوزها لك. قلت مم. لها ماشي، ما فيش مشكلة عندي. وانت من خدت بال ساعة ما حضرتك؟ طلقت مراتك ما كنتش اتزوجت تاني؟ لا يا فندم، لا تمام. يا فندم. خدت بال حضرتك؟ مم. فقالت لي ايه؟ قالت لي طب تعالى، انا من اسكندريه، فخدت بعضي ورحت على حلوان. خدت بال مم. حضرتك؟ عند رحت أختك. عند اختي. مم. فقلت لهم والله انا رحت حلوان انا. فلما رحت على حلوان فقلت لهم والله انا عندي ولد قاعد معايا والاثنين التانيين متجوزين. مم. لو ينفع ابني هيقعد معايا ماشي، ابني مش هيقعد معايا فانا الموضوع ده مش عايز. خدت مم. بال حضرتك؟ جميل. راحوا ردين عليا، قالوا لي ماشي احنا موافقين طالما انت قلت كده. مم. خدت بال حضرتك؟ وهي يا فندم كانت مناسبة ليك في السن ولا هي صغيرة؟ وانت يعني احكي لي برضو تفاصيل الأعمار بينكم، كانت مناسبة ليك في ظروفك في هي إمكانيات؟ هي 37 سنه، اه. انا 59. تمام. والحمد لله انا كنت واخد بطوله افريقيا في الجودو زمان وانا صغير. امم. امم. فعندي صحتي حلوه الحمد لله. امم. خدت بال حضرتك؟ جميل. فهي ابوها وامها متوفيين. امم. قالت لاختي والنبي شوفي لي واحد حتى ياكلني لقمه وقعدني في اوضه. فاختي امم. قالت لها حاضر عند اخويا. فشفنا بعض، شفتها كده ما يعني مدبله مش عارفه ايه. المهم رحت قايل لها ماشي. قلت يا واحده ايه ماشي، امم. حاجه تونسني وخلاص. جميل. فجيت حضرتك، جم شافوا الشقه، هي واخوها وهي وخالها. امم. قالوا امين امين. اخوها قال كمان شهر ولا بتاع. فهي قالت لا، يوم 23، يوم 23 7. خدت امم. بال حضرتك؟ امم. ورحنا ايه 23 7 اتجوزنا. اه، يعني ما خدت بال قعدتوش ما حضرتك؟ قعدتوش شهر كامل؟ لا 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 امم. لا، ما قعدناش شهر. امم. خدت بال حضرتك؟ جينا عملت لها طبعا هيصه وبتاع. ده الكلام ده 23/7 اللي فات؟ والسنه اللي فاتت اه. ده 20. امم. طبعا شهر وعايز اسافر القاهره. طب انت هتسافر القاهره لمين؟ خدت امم. بال حضرتك؟ امم. عشان اشوف بنت خالتي. هي اول ما المفروض تسافر ملهاش اخوات القاهره، وملهاش حد؟ لا لها 2 شبان. خدت بال حضرتك؟ امم. متجوزين وما بيحبهاش ولا بتحبهم. اه، يعني مفيش خدت بال علاقة، حضرتك؟ وابوها وامها متوفين؟ اه. امم. اروح فين؟ اروح عند بنت خالتي. امم. طبعا تروح عند بنت خالتك تعملي ايه؟ تروح عند بنت خالتها يومين وتقوم قايله لي مش جايه تاني. امم. اقوم متحايل عليها اقول لها تعالي تاني. ومن غير اسباب طبعا كده؟ يعني ما كنتش مزعلها ولا عامل لها حاجة؟ اقسم لك بالله، اقسم لك بالله ابدا. امم. خدت بال حضرتك؟ وبعدين حاجه تاني حضرتك، يعني هي كان عليها 17,000 جنيه للبنك، كانت واخده قرض. امم. خدت بال حضرتك؟ ولو ما دفعتش واخوها اللي خد منها القرض، اخوها ما رضاش يدفع لها القرض طبعا. امم. هي بتتصل بيه ما يردش عليها. خدت امم. بال حضرتك؟ امم. مين اللي دفع القرض؟ انت. انا اللي دفعت القرض. امم. خدت بال حضرتك؟ امم. اثناء ما انا دفعت القرض في البنك الاهلي في القاهره،
احنا في رمسيس، فالوقت عدى بينا وكده، فمستنيين القطر، فدخلنا كنا كشري وبتاع. قالت لي هتجيبني مصر امتى؟ وانا ما نمتش بقالي يومين عشان مسافرها رايح جاي معاها. قلت لها بقول لك ايه، روحي رجعي التذكره دي. رحت مرجع التذكره، رجعت التذكره من هنا، راحت حضناني وبيتاني فين؟ في رمسيس. انا مش مصدقه نفسي. ماشي، وسابتك ومشيت. وخدت بعضها وقعدت بقى. قالت لي يومين. بعد يومين جر 10 ايام انا مش راجعه تاني. ليه؟ انا ما اعرفش حضرتك، ولسه مسدد لها 17000 جنيه. وعلاقتكم كزوج وزوجة كانت طبيعية جدا قوي قوي فوق ما انت تخيلي. تلاقيني جاي تقوم جاريه فاتحه الباب واحضان وبص واللي قولي. وساعات اقوم الصبح الاقيها بتصلي الفجر. تخيل انت دي بقى. فالمهم ايه، خدنا بعضنا وقعدنا سنه على المشوار ده. جينا لغايه يوم 8/7 السنه دي، رحت جاي مطلقه. من تكرار الموضوع ده، من كتر ما هي بتمشي وتقعد بمزاجها ومتبقاش عايزه ترجع. الله ينور على حضرتك. فقعدت احفر على الموضوع اللي هو بتاع ايه، بنت خالتها. هي بنت خالتها، خدت بال حضرتك. فقعدت احفر بقى، اتابع شغلها، خدت بال حضرتك. مش عايز اقول لانها حته حساسه. الدكتور مسكها مع واحد مسجون اول مره. خدت بال حضرتك. عيطت وبتاع، الدكتور خلص الموضوع ما عملش حاجه. ثاني مره راح ماسكها مع نفس المسجون. يعني هي اصلا من قبل ما تتجوزك عارفه واحد مسجون؟ طبعا. خدت بال حضرتك. هي كانت اول زيجه ليها يا فندم؟ 6 زوجات. انا السادس. 6؟ وانا ما اعرفش. كانت متجوزه قبلك 6؟ 5 وانا السادس وانا ما اعرفش حضرتك. واكيد مش جواز رسمي، لان لو رسمي انت كنت عرفته. لا، رسمي. ما انا طلعتهم من على الكمبيوتر حضرتك. خدت بال حضرتك. راحت قعدت 20 يوم وراحت راجعه لي تاني قيمه 20 يوم. طبعا عرفت عنها بنصايح كلها، وعرفت الولد اللي هو كانت بتبعت له صور خليعه على النت وكلام بقى ما ينفعش اقوله. عايز انا اقوله. لا يعني انا فهمت اللي انت عايز تقوله. خدت بال حضرتك. كلام ما يتكررش عليه هدوم وصور عريانه، مش لواحد بس، لاكثر من واحد. وكانت متجوزه 6 مرات وانت ما عرفتش ده وانت بتكتب الكتاب. المأذون ما طلبش منها اخر قسيمه طلاق؟ هو انت متزوجها انها بكر؟ والله العظيم ما استاذ رأفت، هو انت كنت فاكر انها اتجوزت قبلك مره واحده؟ مره واحده بس، واحد اسمه السيد. وهي قدمت قسيمه الطلاق بقسيمه السيد دي بس. خدت بال حضرتك. والقسيمه دي ما كانش مكتوب فيها اللي قبله واللي قبله واللي قبله؟ بص حضرتك، انت لما انت تكوني اختي وتجيبي لي عروسه مش هبص. انت ما ركزتش او مش مدقق. الله ينور على حضرتك. خدت بال حضرتك. اتابع ما بينها وما بين المسكون ده بتاع شبرا رسايل ويا حبيبي ومش يا حبيبي، عامله فيس باسم مش باسمها. بس على التليفون بتاعها. خدت بال حضرتك. المهم عملت علاقات جامده وجت قالت لي اتجوزني عرفي عشان اخد المعاش. قالت لك انت؟ قالت لك طلقني من الرسمي واتجوزني عرفي؟ لا، انا كنت مطلقها اصلا. انت كنت طلقتها. جات لي من قيمه 20 يوم كده
قالت لي اتجوزني عرفي عشان اخد معاش ابويا ويساعدني في حياتي. قلت لها ماشي، رحت متجوزه عرفي. ووافقت ترجع لها بعد كل اللي عرفته عنها؟ بحبها قوي. شوف بقول لك ايه، ربنا فوق وهي تحت. انا ما حبيتش حد في الدنيا دي الا هي. انا بكلمك كلام ما انا مش هكذب عليكي بقى. انا مش هكذب على حضرتك. خدت بال حضرتك من الاسلوب بتاعها معايا. اتحديت العالم كله بيها. كانت بتدلعك بقى. الله ينور عليك. الله ينور عليك. خدت بال حضرتك. وبعدين ما تشكيش فيها. يعني هي لما رجعت قلت اوديها الشيخ تكون ملبوسه على الحاجات اللي عماله تعملها والرسايل، وتكون متزوقه ولابسه قميص نص ومبعتها للولا. وواحد عمل عليها دكتور راح استعتمنا، راحت بعتت له صوره عريانه برضه. وفي واحد قالت لي اللي هو مش كويس وبتاع، اللي هو متجوز بنت خالتها، راحت قاعده عنده 20 يوم. ففي واحد تاني برضه يعني خالها قال لي لو راحت عند البني ادم ده خلاص يبقى هي وهو عمل معاها كله. وهي لما جت قالت لي حصل. هي لما جت قالت لي حصل. يعني هي ما خبتش وانت عرفت كل البلاوي ورغم ذلك ردتها عرفي. شوف بقول لحضرتك ايه، راحت جايه قلت لها بصي لبسك ده انتي خالص. رحت رايح جايب لها لبس جديد. خدت بال حضرتك وهدوم داخليه، جبت لها حاجات نضيفه كل حاجه. وخدت الموبايل بقى ولا سبته لها برضه؟ ده سرقت مني الموبايل جديد وهي ماشيه. هي مشيت تاني؟ طفشت من 5-6 ايام وسرقت 150,000 جنيه. خدت بال حضرتك. انا رايح اشوف الشقه، قلت لها اشوف الشقه وجاي، وقاعد في الاستوديو راحت جايه واخده ال 150,000 جنيه والموبايل واللبس. يا حاج رأفت استنى عليا بس، انت رجعتها بعد 20 يوم، رجعتها من 20 يوم، قعدتوا مع بعض 15 يوم زي الفل. لا مش من 20 يوم، من 15 يوم. قعدت معايا اسبوع. كنتوا كويسين وجبت لها هدوم ودلعتها وظبطت الدنيا. الله ينور على حضرتك. صحيت من النوم ما لقيتهاش؟ لا كانت موجوده. خدنا بعضنا ورحنا الاستوديو، هي قاعده على المكتب في الاستوديو. خدت بال حضرتك. انتوا عندكم استوديو يعني؟ انا عندي استوديو حضرتك. خدت بال حضرتك. المهم معاها عيل صغير ثالثه اعدادي، راحت جايه عامله ايه مع الولا. جت انا رايح اشوف لها شقه. هي العيل اللي معاها ده ابنها؟ لا العيل ده شغال عندي. هي ما خلفتش من ولا جوازه؟ لا ما بتخلفش. وبالنسبه للخلفه صرفتني بتاع 6,000 جنيه على الخلف. خدت بال حضرتك. رحت للدكتور وحللت وكل حاجه، والدكتور قال لي الراجل الطبيعي 15 مليون، انت 66 مليون. وبعدين انت مخلف 3 قبل كده. صحيح. خدت بال حضرتك. وخدت بعضها. عقبال ما بشوف الشقه جيت ما لقيتهاش في الدكان. والولد اللي كان بيشتغل عندك خدته معاه ولا عملت ايه؟ لا ده عيل شغال عندي. عيل ثالثه اعدادي شغال. سابت الاستوديو ووقفت توك توك وراحت ماشيه. سرقه التليفون. خدت بال حضرتك. وسرقه 150,000 جنيه. وال 150,000 دول كانوا في الاستوديو؟ كانوا محطوطين في الدرج قدام منها، رايح اجيب شقه وارجع. خدت بال حضرتك. وراحت قافله التليفونات على كده بس. وبقالك 5-6 ايام ما تعرفش حاجه عنها خالص، ولا تعرف بيت بنت خالتها ولا اعرف لا راحت عند بنت خالتها اثناء كانت متطلقه، وانا عملت مشاكل كرشوها. خدت بال حضرتك. وفي واحد تاني قال انا امين شرطه وهو مش امين شرطه. خدت بال حضرتك.
شغال في مستشفى. امم يعني انت يا خدت حاج بالك؟ رأفت من الاخر اتعمل عليك نصبايا. نصبايا ونصبايا جامده. امم نصبايا ونصبايا جامده. دلوقتي انا معايا العقد العرفي حضرتك. امم خدت بال حضرتك؟ امم و... والفلوس اتسرقت مني والموبايل. عملت طب محضر ولا ايه؟ عملت حاجة؟ المحامي قال لي هعمل لك بتاع ده طلب للنيابه وبعدين تعمل محضر. خدت امم بال حضرتك؟ امم فمش عارف اعمل ايه حضرتك، قلت استاهل حضرتك كده. بص يا حاج رأفت، خليني واضحة معاك وما تزعلش مني اتفضلي. في اللي هقوله. انت شريك اتفضلي. لا. اساسي في كل اللي حصل لك، واللي حصل لك بإرادتك مش بغصب عنك. ليه؟ لان مفيش حد ليه؟ بيتجوز انت يعني تزوجت قبل كده ام ولادك وطلقتها وقعدت 15 سنة من دون زواج. ما ينفعش انك اه. كنت تسلم اسمك وسمعتك وسمعة ولادك لأي حد ماشي في الشارع. مجرد ان اختي جابت لي عروسة، حتى اختك ما فكرتش تتحرى دقة عنها، تسأل عن اخلاقها، تعرف هي بتعمل ايه، بتشتغل ايه، اتجوزت كم مرة. يعني لدرجة انها طلعت متجوزة 6 مرات وانتوا اخر من يعلم. ولما ما عرفت هي. كل بلاويها وعرفت ان هي اعوذ بالله يعني سيئة السمعة وبتعرف رجالة اخرى، رغم ذلك انت برضو رجعتها ورديتها وقبلت ان هي دي تكمل معاك وتتسلمها اسمك. فطالما انت قبلت انها تسلمها اسمك، فطبيعي انها تاخد كل حاجة وتمشي. ويا ريت يعني يا ريت في القانون ممكن يعترفوا انها سرقتك، لان هي بالفعل مراتك. فممكن ما يعتبروش ان ده سرقة، ولكن ده هيبقى محتاج محامي شاطر، ان انت اه. توكل محامي كبير وشاطر وتتابع اه. القضية. والله اعلم حقك هيرجع لك ولا لا، لان اكيد دي واحدة عندها خبرة وبتلعب بالثلاث ورقات، وممكن ما تكونش انت اول ضحية نصب ليها. ومش وانا الله اعلم ده اسمها اصلا اللي كانت متزوجه بيه ولا ولا ليها اسم تاني. دي حاجات كلها احنا مش هنعرفها، والايام ممكن تعرفها لك. لان احنا ممكن لو دورنا نلاقيك مش اول ضحيه، ونلاقي الست اللي قبلك برضو ليهم قصص معاها. فانت ما عندكش غير اه. حل واحد: تفوض امرك لله، تقوم محامي اه. محترم يفضل ماشي معاك في القضية لحد ما يمكن تعرف تلاقيها وترجع حقك. وانا متهيالي انك لما تلاقيها هتلاقي الفلوس اللي معاها تكون اتصرفت اصلا، لان هي لا، هو معاها الولد الصايع ده. هي ممكن تكون عطهم له. الولد الصايع ممكن بتاع شبرا هي ده ده. بقى اللي حبته، الوحيد فيكم اللي حبته، فبتديله اه. عينيها. اه. فانا كنت اتمنى ان حد في وضعك وفي سنك وفي اسلوبك اللي بتتكلم بيه يبقى متحري الدقة اكتر من كده واخد باله، لان انت لما بتاخد بالك مش عشانك بس، ده انت ليك 3 صبيان سمعتك تهمهم وفلوسك تهمهم وحاجات كتير تهمهم. ده يعلمك في اللي جاي. ومفيش اي حد معدي في الشارع يقولك يلا انا هجوزك تروح رايح متجوز. الجواز لا، ده ده ليه مش اي اصول. حد، دي اختي دي اختي. وحتى لو اختك الجواز ليه اصول، كنت لازم تسأل وتتأنى. مفيش حاجة اسمها سلق بيض في شهر. بتجوز واحدة لدرجة اني ما خدش بالي كانت متجوزة قبلي كام مرة، ولما عرفت كل بلاويها ازاي رديتها تاني. انت كنت مفروض عرفت لحد كده ربنا نجدك ومكنتش طب هل خسرت. طب هي ممكن النيابه حضرتك تجيب الفيديوهات والحاجات اللي كانت بتبعتها ولا صعب؟ تجيبها منين؟ انت معاك تليفون ليها؟ معايا التليفون ومعايا الايميل واصلا التليفون ممكن حضرتك. طبعا، مباحث الانترنت تقدر تعمل كل ده. مباحث متجاب كل الانترنت ده. تقدر تديها كل اه. ده وتعمل كل ده. ولكن الموضوع هنا ما بقاش في مباحث الانترنت انها كانت بتعرف واحد، انت بفلوسك المسروقة. ده مش واحد بس يا فندم، مش واحد بس. مش واحد بس، وغير الصور العريانه. والله يا حضرتك. فندم دي كلها ترجع لمحامي شاطر يتولى اه. قضيتك ويعرف. ولو معاك الموبايل ومعاك اي اثباتات اديها له، وهو اكيد هيبقى فاهم السكك اللي انا بقول فيها، وهيبقى حاضر فاهم يا يعني ايه فندم. مباحث الانترنت. المهم عندي دلوقتي الحاج رأفت. يا حاج رأفت خلي بالك من اللي جاي.
حاج اقول لك خلي حاجه يا بنتي، اقول اتفضل لك حاجه حصلت لي. اتفضل. انا من 5 ايام خدت 40 برشام، انا عندي السكر، خدت 40 برشام سكر عشان اموت نفسي. ليه كده يا حاج رأفت؟ هتضيع دنيتك واخرتك. انا زعلان قوي ونفسيتي تعبانه قوي انا عشان عارف الضحك انا اللي عليا. زعلانه منك قوي ايه؟ انك بتقولي انا ايه؟ بحبها. اكذب عليكي؟ ما ما تكذب. اعرفش عملت لي ايه، ما انا مش اعرفش. انا مش عايزاك تكذب عليا، بس ما تكذبش على نفسك. اوعى تكذب على نفسك، ما تبقاش شايف ان انت رايح في التهلكة ومسلم. ما تخليش لو في غشاوة على عينيك ببعدك عن ربنا، قرب من ربنا يا حاج رأفت. حاضر. قرب من ربنا قد ما تقدر. انت راجل ما شاء الله، واكيد انت جد وسمعتك تهمك. الحمد لله انها المرة دي كانت في خسارة فلوس، في داهية الفلوس، المهم انت. معروف على مستوى اسكندريه كلها حضرتك. طب يا فندم، المهم انت، المهم صحتك، المهم ولادك انت. وراحت. فده اهم حاجة في كل ده. الفلوس في داهية، المهم اللي جاي، نتعلم في اللي جاي. ارجوك يا حاج رأفت، خلي بالك من صحتك ومن ولادك ومن سمعتك. ويا جماعة لازم نتحرى الدقة. اهو ده رسالة جاية لنا صريحة ومباشرة. حتى لو انت كبرت في السن، حتى لو عايز يبقى عندك ونس، يا جماعة احنا مفروض ان احنا لما بنختار بعد الجوازة الاولى ان كانت فشلت لأي سبب، اختيارنا بيكون بناء على اللي حصل، بناء على اخطائنا في الماضي. لكن نروح نسلم اتجوز واحده في خلال اقل من شهر، ما بقاش عارف ماضيها، ما فكرتش حتى تسال في منطقتها. اختك اللي جابت لك ده عدم امانه منها، ولازم تلومها، لان هي كانت عندها مفروض حقك عليها تسال حتى في محيطكم، في محيط الجيران، سلوكها، اخلاقها، مين اللي بيجي لها بيت، خاصه انها عايشه لوحدها. ما فكرتوش ليه اخواتها متبريين منها؟ ما اكيد لسوء سمعتها. فكل ده تأثير منكم، وده نتيجة التأثير اللي انتوا عملتوه، ونتيجة انك عدم تحري الدقة تسلم لواحدة اسمك من غير ما تعرف أصلها وفصلها. ما هي لازم تسرقك تآمن. طب الحمد لله ان الموضوع خلص، انها ما فكرتش تضايق ابنك، او ما فكرتش ان هي تعمل معاه علاقة. احمد ربنا ان الموضوع خلص بسرقة موبايل او فلوس، ايا كان المبلغ اللي اتسرق. ولكن تابع قضيتك بنفسك. رجع الفلوس رجعت، ما رجعتش في داهية، المهم ان انت بخير وولادك بخير. ولا تقول انتحر، ولا تقول اموت نفسي، ولا تقول برشام ما خدته، كل ده كلام فاضي. هتقابل ربنا ازاي؟ مش هنعيش قد ما عشنا يا حاج رأفت، مش هنعيش قد ما عشنا. فلازم نقابل ربنا واحنا صالحين وعاملين اللي علينا ومش مقصرين في حقه. فأرجوك يا رب صلح علاقتك بربنا وفي اللي جاي، وربنا يصلح لك حالك يا رب ويكتب لك الخير. خلوني أطلع